اهلا وسهلا بيكم في سيشن السيرش كامبين. في السيشن دي هنشرح مع بعض سيرش كامبين بالتفصيل او اللي هي حملات البحث، وهنفهم ازاي نعمل اوبتمايزيشن للنوع ده من الحملات وازاي نسكيل على الكامبين دي. خلونا في البداية نعرف يعني ايه سيرش كامبين بالتفصيل. السيرش كامبين هي نوع من انواع الحملات في جوجل ادز، وهي بتظهر للمستخدمين لما بيبحثوا على كلمة معينة او باستخدام كلمة معينة. مثلا حد كتب شوز او حد كتب لو خدمة مثلا افضل موقع مش عارف لاستخدام الحتة الفلانية، او افضل موقع مش عارف لايه. هتلاقي كده السيرش كامبين بتظهر في جوجل ادز. طيب السيرش كامبين بتظهر باستخدام كيورد او كلمة مفتاحية. السيرش كامبين خلونا نوضح ان هي بتظهر بناء على طلب واضح من المستخدم، بمعنى ان انت مش بتقاطع المستخدم باعلاناتك زي السوشيال ميديا. يعني لو جيتوا بصيتوا كده على السوشيال ميديا هتلاقي نفسك انت بتقاطع المستخدم باعلاناتك، الفيديو بتاعك بيظهر او البوست بتاعك بيظهر للعميل وهو بيسكرول او لليوزر وهو بيسكرول. فانت هنا بتعمله انتربت او بتقطع المتعه او الحاجه اللي هو بيعملها، فبنسبه كبيره مش بيهتم. انما السيرش العميل هو اللي بيكون داخل بيدور عليك، فمن مميزاته ان السي تي ار بتاعه عالي وقوي جدا، مش زي السوشيال ميديا واعلانات اليوتيوب والكلام ده كله. والمستخدم هو زي ما احنا بنتكلم دلوقتي ان هو اللي بيدور عليك وبيبحث عن الحاجه دي، فالاعلان بتصل لما المستخدم نفسه يكون بيكتب في جوجل. وده بيخلي السيرش كامبين هي اقرب لحظه فعليا للناس المهتمه بخدمتك او منتجك. وده اللي بيخلي السيرش كامبين من اقرب الحملات اللي بتروح للعميل بتاعك لما يكون فعلا مهتم بالبرودكت او السيرفيس بتاعك. طيب العمق اللي بيميز حملات البحث خلونا كده نتكلم عنه. ايه العمق اللي بيميز حملات البحث في جوجل ادز؟ السيرش ادز هي من نوع حملات الهاي انتنت، وده غير اي ترافيك سورس تاني. وانت اللي بتتحكم اصلا في الكي ووردز اللي انت عاوز تظهر بيها في اي مكان في الفانل. يعني زي ما شرحنا في الموديول الاول عن الكونسيومر بيهيفير وازاي العميل بتاعك بيكون في مراحل لسه مش جاهز احيانا. فانت في السيرش كامبين ممكن تتحكم بالكي ووردز بتاعتك، انا عاوز اظهر لمين. يعني مثلا الكيورد زي البراند او اسم البراند بتاعي بتجيب له عملاء، غير لما اكتب كيوردز مثلا هاو تو او كيفيه تعلم كذا او كيفيه عمل كذا. كيفيه عمل كذا دي ناس فوق في الفانل مش جاهزه تشتري، ده هو لسه عاوز يتعلم اصلا. انما مثلا لو كتب اسم البراند بتاعي فهو بنسبه 90% او 99% داخل يشتري اصلا، وهو عاوز يشتري الخدمه بتاعتي وهو اقرب لحظه للتحويل. فهنا انت بتعرف تتلاعب بالكيوردز بتاعتك وتستهدف اي ستيب في الفانل براحتك زي ما انت عاوز. فانت تختار اعلانك يظهر لمين وكل الكلام ده كله. حاجه تاني، السيرش كامبينز هي من الحملات اللي بتخضع للمزايده او الاوكشن بتاع جوجل ادز، بمعنى ان كل مره العميل بيبحث فيها على جوجل على اي حاجه زي ما اتكلمنا من شويه على كي وورد معينه مثلا الكلام ده كله، بتلاقي الاعلان بتاعك بيدخل في مزاد لحظي مع معلنين كتير جدا. فجوجل هنا بيقرر مين هيظهر بناء على شويه عوامل هنفهمها مع بعض. بس الاول خلينا نفهم الفرق بين السيرش ادز وباقي الحملات التانية اللي هي زي الديسبلاي واليوتيوب ادز والحاجات دي كلها. ان انت هنا بتكون انت المتحكم في اليوزر اللي داخل لك بناء ان هو بيكون بيسرش بكلمه معينه فانت بتظهر له. انما في الديسبلاي واليوتيوب الادز بتحصل لها بوش على العميل هو بيتفرج على فيديو يوتيوب او هو في السوشيال ميديا والكلام ده كله. حاجه تاني برضو ان في اليوتيوب والكلام ده كله انت بتجيب الناس في التوب اوف ذا فانل، انما في السيرش انت بتجيب الناس في الميدل اوف ذا فانل والبوتوم اوف ذا فانل.